اللي حصل في سنترال رمسيس مش مجرد حريق وانتهى. لا، ده جرس انذار كبير جدا بيفتح عينينا على حاجات اخطر بكتير من مجرد حريقة. وممكن اللي بيحصل حوالينا مش عشوائي ولا عبثي. والنهاردة هنتكلم مع بعض عن ايه اللي حصل في سنترال رمسيس، ليه الاماكن دي بالذات خطيرة ومهمة، وازاي استهدافها ممكن يهز الدولة كلها، وهل الحريق ده بفعل فاعل ولا صدفة. ايه اللي حصل في سنترال رمسيس؟ بدأ الحريق يوم 7 يوليو حوالي الساعة 5:30 مساء داخل مبنى سنترال رمسيس اللي بيتكون من 10 أدوار، وبالتحديد في الدور السابع اللي فيه مكاتب إدارية وأجهزة اتصالات. عشان تتفاجئ الناس بدخان طالع من قلب السنترال اللي هو واحد من أقدم السنترالات اللي موجودة في مصر. والسنترال ده مش سنترال عادي، ده سنترال مركزي، يعني بيتحكم في جزء كبير من شبكات الاتصالات في قلب العاصمة المصرية. وبسرعة انتقلت قوات الحماية المدنية والمطافي والإسعاف بأكتر من 40 عربية مطافي و20 عربية إسعاف. وناس صورت وناس قالت إنه ماس كهربائي، وناس قالت لا، ده فيه شبهة جنائية. لكن الأكيد إن الحريق ده كان كبير، والسؤال ليه المكان ده وليه دلوقتي؟ بص يا صديقي، سنترال رمسيس ده مش مكان عادي خالص، ده يعتبر واحد من أهم السنترالات اللي في مصر كلها، ولو مش هنقول أهمهم فعلا. يعني إيه؟ يعني ببساطة كده المكان ده كان عامل زي العقل المركزي للاتصالات في قلب القاهرة. تخيل بقى إن السنترال ده مش بس بيربط بين خطوط التليفونات الأرضية للبيوت والمصالح الحكومية في وسط البلد، لا، ده كمان في البنية التحتية بتاعت حاجات كبيرة زي الإنترنت والخطوط الدولية، والأخطر من كده خطوط الطوارئ والإسعاف والنجدة والمطافي. ولما نقول إن حصل في حريق فده معناه إن في لحظة واحدة بس ممكن آلاف المكالمات تتقطع، الإنترنت يتلخبط، الشبكات تتعطل، والأخطر إن خدمات الطوارئ نفسها تتأثر. وده حصل فعلا. الناس اللي كانت ساكنة حوالين رمسيس والموسكي ووسط البلد بقوا يقولوا مش عارفين نتصل ببعض، والنت فصل والسيستم وقع. كل ده من حريقة سنترال واحد. ده غير كده المكان ده قديم وتقيل ومتخزن جواه أجهزة ومحولات وأسلاك قديمة وعتيقة، وممكن تكون المعلومات اللي جواه خطيرة أو حساسة، زي مثلا مكالمات معينة أو بيانات على سيرفرات متوصلة بمؤسسات حكومية أو حتى أمنية. وفي الوقت اللي العالم كله بيتكلم عن الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية، احنا اتفاجئنا بحريق فجأة في واحد من الأماكن الحساسة في الدولة. يا ترى ده صدفة ولا في حاجة ورا السطور؟ اللي خلى الناس تشك أكتر إن الحريق ده كان كبير ومريب، وده مش أول حريق يحصل في منشأة استراتيجية في مصر. في الفترة الأخيرة من كام شهر اتحرق مبنى تابع للنيابة، وقبله مبنى تابع لوزارة التربية والتعليم، ومبنى للضرايب، ومخازن دواء في أماكن حساسة. كل ده بيخلينا نسأل، هو في حاجة ممنهجة ولا الإهمال وصل لدرجة إنه يهدد البنية التحتية للبلد؟ ولو ده حصل في سنترال رمسيس، طب يا ترى باقي السنترالات مؤمنة؟ ولو الحرب السيبرانية بدأت، احنا فعلا جاهزين ولا لأ؟ نرجع للسنترال. ايه هو السنترال أصلا؟ السنترال هو اللي بيربط خطوط التليفون ببعضها وبيوزع الانترنت والاتصالات اللي هما بقوا شيء مهم وأساسي في حياتنا وفي حياة المؤسسات والدول. وسنترال رمسيس ده كان بيخدم على مناطق وسط البلد والقاهرة الكبرى، وبيخدم برضه على محطات حكومية ومؤسسات إعلامية وشبكات تأمين ومرافق. يعني لما يتحرق أو يتوقف في ناس بتتشل حرفيا. تخيل كده الإنترنت يقطع أو التليفونات تفصل أو بعض الجهات الأمنية متوصلة بيه، دي فعلا كارثة حقيقية. وفي وسط هوجة الحريق ما ننساش إن في 4 حالات وفاة من موظفين الشركة المصرية للاتصالات توفوا في الحادث، وفي مصابين عددهم يتراوح ما بين 14 إلى 21 شخص حسب بيانات وزارة الصحة المصرية. وكل الحالات دي كانت عبارة عن حالات اختناق خفيفة بسبب الأدخنة، والحمد لله تم إسعافهم وخرجوا كلهم بسلام. أما بقى التأثير فهو على شبكات الإنترنت والاتصالات والتداول المصرفي وحركة الإنترنت والدفع الإلكتروني في القاهرة وجزء كبير من الجيزة اللي حاليا ابتدت ترجع الخدمات بشكل طبيعي. نرجع لنفس السؤال، هل ده صدفة ولا في حاجة ورا الكواليس؟ لما بيحصل حريق بالحجم ده وفي مكان حساس زي ده لازم نسأل، هو ده حادث عادي ولا وراه رسالة؟ ناس كتير على السوشيال ميديا شكت ان يكون في حد قاصد، ممكن حد عايز يضرب البنية التحتية او يختبر رد فعل الدولة. ويا ترى ده حصل قبل حاجة تانية اكبر زي مثلا اختبار للجاهزية، او مثلا احنا جاهزين لحاجة زي كده، ولا تمويه لحاجة اكبر في مكان تاني، ولا الموضوع ناتج عن حادث طبيعي
أدى إلى حدوث الحريق ومفيش أي نظرية مؤامرة. قبل ما نكمل كلامنا لازم نفهم يعني إيه هدف استراتيجي. والأهداف الاستراتيجية يعني سنترات رئيسية أو أبراج شبكات محمول أو محطات الكهرباء والمية أو الموانئ والمطارات أو مقرات حكومية سيادية. الأماكن دي لو حصل فيها حاجة البلد ممكن يحصل فيها شلل مؤقت أو دائم، ودي أهداف دايما بتكون في دماغ أي عدو عشان يضرب الاستقرار من غير ما يضرب طلقة رصاص واحدة. طيب هنا لازم نقلق، أنا مش بهول، بس الحقيقة إن استهداف السنترالات أو البنية التحتية مش حاجة جديدة. شوفوا مثلا اللي بيحصل حوالينا في دول تانية. في أي حرب أول حاجة بيضربوها الاتصالات، في أعمال تخريبية بيدوروا على سنترالات والكابلات. ليه؟ لأنك لما بتضرب شبكة الاتصال بتخلي الناس ما بتعرفش تتواصل مع بعض ولا الجهات السيادية تتابع أو تتصرف بسرعة. يعني الضربة مش بس فنية، دي كمان نفسية. طيب الدولة المصرية هنا بتعمل إيه؟ الدولة المصرية مش سايبة حاجة كده وخلاص، لكن احنا محتاجين نكون دايما يقظين، والدولة تشتغل أكتر على تأمين المنشآت وتطوير السنترات القديمة ومراقبة إلكترونية لكل المرافق وتدريب برضو فرق الطوارئ. بس كمان لازم الناس تبقى واعية، الدولة ليها دور مهم في التأمين والصيانة والمتابعة، واحنا علينا زيادة وعينا وفهمنا للأمور بشكل صحيح. نوصل هنا لأسباب الحادث. لحد الآن التحقيقات لسه شغالة، والأسباب الأولى بتشير إلى أن مصدر كهربائي أو ماس كهربائي محتمل في الدور السابع من المبنى، لكن للحظة دي لسه التحقيقات شغالة، والنيابة العامة والبحث الجنائي حاليا شغالين في موقع الحريق عشان تقدر تحدد نقطة بداية الحريق وتجمع الأدلة. اللي للأسف لسه من يومين نشب حريق تاني في السنترال، والحمد لله تمت السيطرة عليه بشكل سريع. نيجي هنا للدور المؤسسي. قالت المصرية للاتصالات بأنهم متحكمين في الموقف وبيجهزوا كل الفرق الفنية عندهم عشان يرجعوا الخدمة في أسرع وقت ممكن، وأجهزة الدولة خدت كل الإجراءات الاحترازية وقدرت تخمد الحريق وضمنت عدم امتداده، وفصلت الغاز والكهرباء عن المبنى وفرضت رقابة أمنية مكثفة حواليه. البنية التحتية الحساسة زي السنترالات وبالتحديد سنترال رمسيس ده قلب مصر الرقمي، وأي حادث فيه ممكن يسبب ضغط على عمليات الدولة والمصريين، خاصة في الدفع الإلكتروني أو الأمن أو الاتصالات، وده حصل بالفعل. سرعة تدخل الجهات الرسمية كانت جيدة، لكن لازم نراجع أنظمة الصيانة وكفاءة السلامة تكون كمان متوفرة في مباني عمرها أكتر من 100 سنة زي السنترال ده. ودي رسالة واضحة للدولة، المباني دي لازم تتأمن ويتحافظ عليها بأقصى درجات الأمان، لأنها نقطة ضعف ممكن تعمل هشاشة في استقرار الخدمات العامة. واللي حصل في سنترال رمسيس مش النهاية، لكن درس مهم جدا. لازم كلنا نفهم إن البلد دي ليها شرايين حساسة، أي ضربة فيها حتى ولو بسيطة ممكن يكون وراها مصايب. إحنا كشعب لازم نكون عين الدولة ونفهم إن الحروب دلوقتي مش بس بالرصاص، دي حروب سيبرانية معلوماتية أو بنية تحتية، ومش دبابة وصاروخ وجندي. في الآخر الحريق اللي حصل في سنترال رمسيس ده لازم يخلينا نسأل مين وراه، وليه السنترال ده، واحنا فعلا مستعدين ولا لا. وخلي بالك البلد مش بس مؤسسات، دي شبكة مترابطة، اي قطعة تقع ممكن تأثر على الكل. وفي الاخر لازم نقول ان تأمين البنية التحتية زي السنترالات والكهرباء والمية مش رفاهية، دي اول خط دفاع عن الدولة، وسنترال رمسيس كان واحد من الحصون دي. وربنا يحمي مصر.